رغبة لدى الحكومة المغربية في حل المسألة عبر الطرق الدبلوماسية. لماذا اللجوء إلى المادة 59 من دستور المملكة المغربية الذي يخول للملك يعني اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية؟ لماذا اللجوء إلى أقصى درجات تعطيل العمل بالحياة التعددية الحزبية وإعلان حالة الطوارئ؟ اليوم المغرب في أزمة سياسية لأنه لم يستطع منذ أكتوبر تشكيل حكومة. هل سنبقى في هذا الوضع والجزائر تستعمل السلاح وتقوم بخرق حدودنا وتقوم بمطاردة المغاربة العزال، ونحن سنبقى في هذا الكلام؟ هل سننظم انتخابات جديدة؟ هل سيدخل هذا الحزب؟ هل سنشكل حكومة؟ الوضع أصبح مؤلم بالنسبة للمغرب. لابد من أخذ تدابير لازمة لنواجه كل عملية تصدي من طرف الجزائر. ليس نحن الذين هجمنا على الجزائر، الجزائر هي التي هزمت علينا وعلى أراضينا وعلى مواطنينا. شو نبقى ننتظر أن الأمم المتحدة طلبت من المغرب أن يقوم بإخلاء أحادي لمنطقة وقام بها المغرب. ولماذا البوليزاريو لم يغادر المنطقة؟ ولماذا الجزائر لا زالت تتعامل بهذه الكيفية هذه؟ لماذا لا زال البوليزاريو يريد أن يفرض وجوده في منطقة ليست دولة وليست منها، ولم يقع أي استفتاء صرح بأن البوليزاريو يمثل شيئا ما؟ البوليزاريو هي آلة مسخرة لمخابرات الجيش الجزائري ليس إلا. لم يصدر أي قرار من القبائل والذهب وسقية الحمراء حتى يسمح للبوليزاريو أن يدعي بأنه يمثل شيئا ما. الأصوات التي تعالت من داخل الأصوات في الفترة آلة مسخرة للمخابرات العسكرية الأصوات الجزائرية التي تعالت من داخل جبهة البوليساريو في الآونة السابقة، والتي ذهب بعضها إلى ما ذهبت أنت إليه، إلى أنه ربما اللجوء إلى السلاح هو الوسيلة الوحيدة لحل هذا الصراع، لم تلاقى بالترحاب من أي من الطرفين، وليس هناك من صوت رسمي في الجزائر يطالب بحل المسألة عن طريق ما ذهبتم إليه. ده أولا. وثانيا، حالة الاستثناء التي طبقت في المرة الأخيرة كانت في عام 62، وبموجبها سقطت الحياة الحزبية، ويعني أعلن ما يشبه حالة الطوارئ يوم قرر الملك الحسن الثاني حل البرلمان وحكم بمفرده ل5 سنوات. هل هذا ما تريد أن تصبح عليه الحالة في المغرب؟ لما قام الحسن الثاني بحالة الاستثناء كانت عملية سياسية محضة داخلية. طيب. هناك خطر أجنبي يهدد المغرب اليوم، وانت تريد ان نبقى في مناقشه سياسيه حول تاريخ الانتخابات، تنظيم انتخابات، عدم تنظيم انتخابات، من سيشارك في الانتخابات. والبوليزاري والجيش الجزائري صار يهاجم حدودنا لدرجه انه هو اليوم يحتل 70,000 كيلومتر من الأراضي التي ليست منها، وله 61 كيلومتر من الشاطئ. ماذا تريد؟ أن ننتظر أن يصل إلى الرباط أو يصل إلى العيون؟ طيب. لابد أن نجعل حد لهذا الوضع هذا. نحن لا نطالب بالحرب، نحن نقول للأمم المتحدة وللمنتدى الدولي، قولوا للجزائر أن تقف وأن تبرهن حكمتها كما برهن الملك المغرب والشعب المغربي والدولة المغربية. لماذا الجزائر لم تقم بنفس العمل؟ لماذا الجزائر لا زالت تضغط وتتقدم وتخرق وتطلبون من المغرب تنازلات إلى متى؟ طيب، حضرتك وضعت يدك على لب قضية أخرى. أوقاتنا في صراعات مفهوم. حضرتك وضعت يدك على لب قضية أخرى، هي